اخس عليك يا نكسة. من المسرح لليوتيوب، ازاي الكوميديا المصرية وصلت من ثلاثي أضواء المسرح للثلاثي شيكو فهمي وماجد. هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. أنا كريس ودي قعدة فنية. تفتكروا لو سمير غانم والضيف أحمد وعم جورج كانوا موجودين معانا لحد دلوقتي، هل كانوا هيعملوا ترند على التيك توك؟ وشيكو وفهمي وماجد لو كانوا في الستينات، هل كانوا هينجحوا على المسرح؟ احنا النهاردة مش جايين نقول مين أحسن من مين، جايين نفهم كل جيل وصل للجمهور ازاي. تعالوا نبدأ كده من عند ثلاثي أضواء المسرح. احنا بنتكلم على زمن ما فيهوش ولا سوشيال ميديا ولا يوتيوب ولا حتى انترنت. وبمناسبة اليوتيوب، لو لسه ما عملتلناش متابعة يلا بسرعة اعمل لنا متابعة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. امال بقى الناس دي كان عندها ايه؟ كان عندهم المسرح، الراديو، التلفزيون ابو قناة واحدة. ثلاثي أضواء المسرح بدأوا من المسرح الجامعة وانضموا لفريق أضواء المسرح، وبقى عندهم عروض مباشرة قدام الجمهور. وهنا كانت الصعوبة، علشان تكون فنان أو نجم حقيقي لازم تقنع الجمهور من أول لقطة وأنت واقف قصاده، يعني مفيش مونتاج. بس طبعا الكلام دوت ما ينسيناش فيلمهم الشهير اللي كان حقيقي مليان كوميديا وضحك للركب، وكمان مونولوجات وأغاني لحد النهاردة مكسرة الدنيا. لو كانوا سألونا قبل ما يولدونا عارفين كنا نقول ايه؟ كنا نقول اعتقونا علشان يخلفونا بالعهد اللي احنا فيه، في العهد اللي احنا فيه. 3 نجوم انطفوا نورهم في الحياة لكن فنهم لسه عايش لحد النهارده. نيجي بقى لجيل تاني خالص، زمن اليوتيوب والسوشيال ميديا والميمز والترندات. الثلاثي اللي كانت بدايته زي بدايتنا كده على اليوتيوب وبعدين كسروا الدنيا، ربنا يكتبها علينا، قولوا امين. عملوا برنامج كانوا بيمثلوا فيه سكتشات صغيره، بعدها دخلوا العالم السينما والتلفزيون. الجمهور حبهم من اول ظهور ليهم، وده عشان فعلا هم يستاهلوا وموهبتهم كبيره جدا. مين ينسى سمير وشهير وبهير، بنات العم، ورقة شفرة، الحرب العالمية الثالثة. أفلام كلها كوميديا مبنية على الموقف ولغة الشباب، وهو ده كان سر نجاحهم. بس برضه مش ده سر نجاحهم الوحيد. تعالى كده أقول لك سر نجاحهم الحقيقي المظبوط وصل إمتى. بان نجاحهم في الانفصال أكتر من هم كانوا مع بعض. انفصالهم في رأيي كان مهم جدا، كل واحد بدأ يقدم فن من وجهة نظره، وعلشان الفن مش علم كل واحد فيهم قدر ينجح في الطريق اللي هو ماشي فيه. فهمي عمل أعمال كتير ناجحة زي سفاح الجيزة وكلب بلدي وابن النادي، وشيكو وماجد برضه عملوا لنا أعمال ناجحة كتير زي اللعبة وحملة فريزر وحامل اللقب وألبوم. هنا الانفصال كان سبب قوة ليهم. طب ما تيجي كده نشوف انفصال الثلاثي أضواء المسرح كان ليه. هنا كان الانفصال بسبب قهري، رحيل النجم الضيف أحمد عن عالمنا. ناس كتير قوي قالت عن الضيف أحمد لو كان كمل كان عمل تاريخ زيه زي الزعيم عادل امام وجورج سيدهم بسبب مرضه، لكن جورج سيدهم ساب تأثير كبير قوي وبصمة مع الجمهور، واللي كمل من بعدهم أصبح عمود من أعمدة الكوميديا في مصر، الفنان الراحل سمير غانم. ومين ينسى أعماله المتزوجون، 30 يوم في السجن، الرجل الذي عطس، فقراء ولكن سعداء، وغيرهم كتير ما تعدش. الخلاصة الاتنين قدروا يحققوا نجاح كبير بالمعطيات اللي عندهم، وقدروا يجمعوا بيه الشعبية وحب الجمهور. دلوقتي حابب اسمع رأيك انت، بتحب مين من الاتنين اكتر؟ ولو بتحب الاتنين قول لنا بتحب ده ليه وده ليه. وكان معاكم انا كريس ودي قعدة فنية.